اليوم يقدر عدد المساجد في العالم بأكثر من 3 مليون مسجد. إندونيسيا لوحدها فيها 800 ألف، أما وطننا العربي في تقريبا نص مليون مسجد، وأغلب هاي المساجد بيكون صغير كثير وبيتسع للمئات وأحيانا العشرات. بس مش دايما، أحيانا بتكون هاي المساجد كبيرة كثير، عملاقة ومذهلة لدرجة بتخليها تنافس أكبر الأماكن السياحية في العالم. معكم مستر نيو في فيديو جديد، واليوم رح نحكي عن أكبر مسجد في كل دولة عربية. لكن قبل ما نبدأ اتأكد أنك مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان كل الفيديوهات اللي جاي توصلك. الجمهورية الليبية. أكبر مسجد في ليبيا هو مسجد الإمام البخاري، تم افتتاحه في سنة 2018 بمساحة 20,000 متر مربع في مدينة النجيلة الليبية. بيتميز بالبساطة والجمال في نفس الوقت، وبيحتوي على مجموعة فصول دراسية ومدرسة للقرآن الكريم. طبعا بالمناسبة ليبيا فيها أكثر من 2,300,000 حافظ للقرآن الكريم. مسجد الإمام البخاري بيتسع لأكثر من 2,500 مصلي. ومن ليبيا بننتقل للجمهورية التونسية. من بين أكبر المساجد في تونس في عندنا مسجد الزيتونة، والجامع الكبير في سوسة، وجامع الإمام مالك. لكن أكبر مسجد هو جامع عقبة بن نافع، أو المعروف باسم جامع القيروان الكبير. تم بناؤه في سنة 670 للميلاد، مباشرة بعد الفتح الإسلامي لتونس، بمساحة 9,700 متر مربع، وتم تسميته نسبة للفاتح عقبة بن نافع. بيحتوي المسجد على مئذنة واحدة عملاقة بارتفاع 31 متر، بالإضافة إلى 6 قباب تتميز بشكلها الأثري. جامع القيروان الكبير مبني على الطراز الأموي وبيتسع لأكثر من 4,000 مصلي. في المرتبة 16 الجمهورية اللبنانية. عدد المساجد في لبنان أكثر من 1,300 مسجد، أما أكبر واحد فهو المسجد المنصوري الكبير، تم بناؤه في عصر المماليك في مدينة طرابلس بمساحة 3,000 متر مربع. المسجد ما بيحتوي على كثير زخارف، لكنه بيتميز بمئذنته العملاقة شبه المربعة. اسم المسجد نسبة لفاتح مدينة طرابلس السلطان منصور قلاوون، وبيتسع ل 5,000 مصلي. في المرتبة 15 المملكة الأردنية الهاشمية. الأردن بتحتوي على أكثر من 7,200 مسجد، ومن بين أكبرها في عنا مسجد الصوت الكبير والمسجد العمري. أما أكبر مسجد أردني فهو مسجد الملك الحسين، تم بناؤه في سنة 2006 في العاصمة عمان لتخليد ذكرى الملك الحسين بن طلال، وهو مبني على مساحة 8,000 متر مربع على شكل حصن إسلامي. بيحتوي على 4 مآذن بارتفاع 46 متر لكل مئذنة، وبرضه بيحتوي على متحف الرسول يلي فيه مجموعة من الآثار النبوية، مثل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل ملك الروم. مسجد الملك الحسين بيتسع لأكثر من 5,500 مصلي. ومن الأردن بننتقل للمملكة البحرينية يلي أكبر مسجد فيها هو جامع أحمد الفاتح، تم بناؤه في سنة 1988 بمساحة 6,500 متر مربع، وتم تسميته نسبة لأحمد بن خليفة يلي فتح البحرين سنة 1783. المسجد موجود في مدينة المنامة، وبيحتوي على قبة عملاقة مصنوعة من الألياف الزجاجية، أما الأرضيات فمصنوعة من الرخام الإيطالي، والأبواب من خشب الساج. جامع أحمد الفاتح بيحتوي على مئذنتين، وبيتسع لأكثر من 7,000 مصلي. معانا في المرتبة 13 دولة السودان. أكبر مسجد في السودان هو مسجد الخرطوم الكبير، تم افتتاحه في سنة 1901 في عهد عباس باشا آخر خديوي لمصر والسودان. المسجد مبني من الحجر الرملي، واستمر العمل عليه لأكثر من 30 سنة، وتم تصميمه بحيث يكون أعلى مبنى في السودان ويكون في وسط المدينة. بنفس الوقت تم توسيع المسجد أكثر من مرة لحد ما صار يتسع اليوم لأكثر من 10,000 مصلي. ومن السودان بننتقل لدولة الكويت، وأكبر مسجد كويتي هو مسجد الدولة الكبير، من أروع التحف المعمارية في الوطن العربي. تم افتتاحه في سنة 1986 بتكلفة أكثر من 40 مليون دولار. بيحتوي المسجد على مئذنة واحدة بارتفاع 74 متر، ومن بين أئمة المسجد الشيخ مشاري العفاسي والشيخ فهد الكندري. المسجد مبني على الطراز الأندلسي، وبيتسع لأكثر من 11,000 مصلي. ومن الكويت بننتقل للجمهورية العربية السورية.
عدد المساجد في سوريا يقدر ب 13,000 مسجد، أكبرها هو تحفة الحضارة الإسلامية ورابع أشهر المساجد المسجد الأموي. تم بناؤه في عهد الملك الأموي الوليد بن عبد الملك، وافتتح في سنة 96 للهجرة بتكلفة تقدر ب 100 مليون دولار بحسب زمننا الحالي. بيتميز بالجدران المزينة بالفسيفساء وبالرخام الفاخر، وبيحتوي على ضريح النبي يحيى وضريح صلاح الدين الأيوبي، وهو بمساحة أكثر من 15,000 متر مربع. المسجد الأموي مدرج على قائمة التراث العالمي وبيتسع لأكثر من 20,000 مصلي. أما في المرتبة 10 سلطنة عمان. كثير صعب انك تشوف مسجد محاط بالطبيعة المذهلة مثل جامع السلطان قابوس يلي تم بناؤه في سنة 2001 ليكون أكبر مسجد عماني بمساحة 40,000 متر مربع في مدينة مسقط. بيحتوي على كمية كبيرة من الجداريات اللي بتمثل الفن المغربي والمغولي، بالإضافة ل5 مآذن وحدائق عملاقة محيطة بالمسجد بمساحة 400,000 متر مربع. وبيحتوي المسجد على ثاني أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم، وبيتزين برضه بأكثر من 8 ملايين قطعة فسيفساء. جامع السلطان قابوس بيتسع لأكثر من 25,000 مصلي. ومن عمان بننتقل لقطر يلي أكبر مسجد فيها هو مسجد محمد بن عبد الوهاب. تم بناؤه في سنة 2011 في مدينة الدوحة، وتسمى تيمنا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو مبني على طراز قطري قديم من الحجر الرملي بمساحة أكثر من 175,000 متر مربع. بيحتوي المسجد على 93 قبة. أما الكراج فبيتسع ل 350 سيارة، وسبق لكثير من العلماء إنهم ألقوا محاضرات في المسجد مثل الشيخ عمر عبد الكافي والشيخ محمد العوضي. مسجد محمد بن عبد الوهاب بيتسع لأكثر من 30,000 مصلي. ومن قطر بننتقل لليمن لمسجد الصالح، أكبر مسجد يمني، واحد من أجمل وأروع المساجد في العالم بدون شك. تم بناؤه في سنة 2008 في مدينة صنعاء على مساحة 222,000 متر مربع. بيحتوي على 23 قبة و5 مآذن أعلاها بارتفاع 100 متر. وخلال البناء تم استخدام حجارة من عرش بلقيس ومن سد مأرب التاريخي لحتى تعكس الثقافة اليمنية. وتم برضو استخدام أحجار البازلت من الألوان الأسود والأحمر والأبيض. مسجد الصالح بيتسع اليوم لأكثر من 45,000 مصلي. من مسجد الصالح راح نظل في الخليج وننتقل للإمارات العربية المتحدة. من بين أكبر المساجد في الإمارات في عندنا مسجد دبي الكبير ومسجد عمر بن الخطاب، بالإضافة لأكبر مسجد إماراتي مسجد الشيخ زايد. تم افتتاحه في صلاة عيد الأضحى سنة 2007، وهو واحد من أهم المعالم في الإمارات بتكلفة بناء أكثر من 600 مليون دولار. المسجد مبني على الطراز المغولي وبيحتوي على 80 قبة مكسوة بالرخام الأبيض المذهل، بالإضافة ل4 مآذن عملاقة. وبيحتوي كمان على أكبر ثريا في العالم وأكبر سجادة مصنوعة يدويا يلي كانت تكلفتها أكثر من 10 مليون دولار. المسجد سمي نسبة للشيخ زايد بن سلطان وبيتسع لأكثر من 52,000 مصلي. من الإمارات بننتقل مباشرة للمغرب يلي بتحتوي حاليا على أكثر من 50,000 مسجد. أكبرها بلا منازع هو مسجد الحسن الثاني. تم افتتاحه في سنة 1993 في عهد الملك الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء، وهو مبني على طراز أندلسي مغاربي. بيحتوي على ثاني أعلى مأذنة في العالم بارتفاع 210 متر، وهو مكسو بالرخام الفاخر وحجر الجرانيت والألواح الزجاجية، واشتغل على البناء أكثر من 2500 عامل. مسجد الحسن الثاني بيتسع اليوم لأكثر من 105,000 مصلي. ننتقل للمرتبة 5 الجمهورية الجزائرية. استمر بناء مسجد الجزائر لأكثر من 7 سنوات وكلف أكثر من 1,400 مليون دولار، وتم تصميمه ليتحمل زلزال بقوة 9 درجات. المسجد مبني على مساحة 400,000 متر مربع وبيحتوي على أكبر مئذنة في العالم بارتفاع 265 متر، بالإضافة لقبة عملاقة قطرها أكثر من 50 متر. وبيحتوي كمان على مراكز ثقافية ومركز للدراسات الإسلامية. المسجد موجود في العاصمة الجزائر وبيتسع لأكثر من 120,000 مصلي. من الجزائر بننتقل لجمهورية مصر العربية.
من بين أكبر المساجد في مصر، في عندنا مسجد الفتاح العليم ومسجد الأزهر. أما أكبر مسجد مصري فهو مسجد مصر الكبير، تم افتتاحه في 1 رمضان سنة 2023، يعني قبل أكم من شهر، وهو أحدث مسجد معانا في الفيديو. مبني على الطراز المملوكي بمساحة 59 ألف متر مربع وبتكلفة 26 مليون دولار. بيحتوي على 21 قبة ومئذنتين بارتفاع 140 متر لكل وحدة، وهو مطل على الحي الحكومي والقصر الرئاسي، وبيحتوي على أكبر منبر في العالم، بالإضافة لوجود أكثر من 160 محل تجاري لخدمة المصلين، وبيتسع لقرابة 130 ألف مصلي. ومن مصر بننتقل لفلسطين. أكبر مسجد في فلسطين هو بدون منازع ثالث الحرمين وأول القبلتين، المسجد الأقصى المبارك. لحد اليوم ما حدا بيعرف بالضبط متى تم بناء المسجد. على كل المسجد بيتكون من 7 مساجد موجودة على أرض مساحتها 144 ألف متر مربع. أبرز هاي المساجد المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة والمسجد المرواني، وبيحتوي بالمحصلة على 4 مآذن و15 باب. المسجد مبني على الطراز المملوكي والأموي وموجود في مدينة القدس القديمة بسعة بتوصل لأكثر من 500 ألف مصلي. من فلسطين بننتقل للعراق. طبعا العراق هو مهد الحضارة العباسية، عشان هيك طبيعي انه يكون في مجموعة من أكبر المساجد في العالم. أكبر مسجد في العراق هو مسجد الإمام علي بن أبي طالب، أو المعروف بالعتبة العلوية. المسجد يعتقد أنه مبني على قبر سيدنا علي بن أبي طالب، والبداية كانت من عند هارون الرشيد يلي بنى قبة على القبر، واستمر التوسيع لحد ما وصل اليوم لمساحة أكثر من 140 ألف متر مربع. المسجد موجود في مدينة النجف العراقية، وبيتميز بالقبة الذهبية العملاقة وبمئذنتين ارتفاعهم 38 متر. مسجد العتبة العلوية بيزوروا سنويا أكثر من 10 مليون إنسان، وبيتسع لأكثر من 800 ألف مصلي. بننتقل للمرتبة الأولى. طبعا زي ما هو واضح للجميع، المملكة العربية السعودية. هو مش مسجد عادي، هو فعليا أقدس بقعة على وجه الأرض وأكبر مسجد في العالم وقبلة المسلمين. المسجد الحرام تم بناؤه من قبل النبيين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، ووصل اليوم لمساحة أكثر من 750 ألف متر مربع، وفي وسطه موجود الكعبة المشرفة. بيحتوي على 13 مئذنة، وبيزوروا سنويا أكثر من 15 مليون مسلم لأداء الحج والعمرة. وآخر توسعة كانت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز بتكلفة أكثر من 100 مليار دولار، ومن خلالها صار المسجد يتسع لأكثر من 2 مليون مصلي. ومع أقدس المساجد الإسلامية بتكون وصلنا لختام الفيديو. إذا عجبك لا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم.